يوم وفاة ابويا كان الموضوع كان غريب بالنسبه لي. فضلت كده اصرخ واصوت مش مصدقه اللي حصل، وقعدت فتره متخيله ان انا هموت بعديه. اهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف بيكي؟ ضحى محمد. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك. بكيتي امتى وليه؟ ايه السبب اللي خلاكي تبكي؟ يوم وفاة ابويا، يوم وفاة بابا. يوم وفاة ابويا كان الموضوع كان غريب بالنسبه لي، صدمه تمام. وفي نفس الوقت كنت مستنياه، طب يا بابا نعمل ايه؟ مستنياه يطلع كده من على السلم. فضلت كده اصرخ واصوت مش مصدقه اللي حصل، وقعدت فتره متخيله ان انا هموت بعديه. ويمكن اقول لك ان انا حاولت انتحر عشان اروح. كان صعب عليا، كان صعب على البيت. ربنا يرحمه يا حبيبي. بكيتي امتى قبل كده وليه؟ عشان ساعتها ماما اخدت مني اللوتر وكنت عايزه اتفرج على التليفون وكده. اللي افتكر فيها اخر مره. طب ما انت ممكن تشحني كارت فكه او تشحني فيش الفلوس، لو خدت منها تشقني بس تمام. مش فاكرة والله، بس اللي فاكراه ان مش فاكرة ثانية. النهارده في المدرسة كانت تعمل استدعاء. شكلك انت يعني خرباها في المدرسه قوي قوي واللي معاكي دي برضه. ايوه، احنا اللي خربين الدنيا في المدرسة. كانت تعمل استدعاء ربنا يستر. وبقيت اعيط للمس، لا انا ماليش دعوة، ولبستها في صاحبتي وطلعت انا. بكيت كان بابايا توفى دي 4 سنين بس، فهو ده الحاجة ساعدتني قوي يعني. لما بنقص كتير، نقصت كتير السنة اللي فاتت فبكيت عشان هو زعلي وكده بس. ربنا يوفقك بقى في الامتحانات اللي جايه. شكرا يا حبيبي، نورتينا. ميرسي خالص. بكيت قبل كده. حابب تقول السبب؟ لا. طيب تمام. شكرا. لا اخر مره كانت امبارح. حابب تحكي السبب؟ لا مش لا اسباب عائليه. تمام. وانت؟ لا من سنتين كده وابويا ضربني بس اسباب عائليه، اسباب عائليه. تمام. كيتي قبل كده يعني اخر مره امتى؟ طيب اخر مره امتى؟ تقريبا من شهر. تقريبا. انا مش فاكرة اخر مرة. مش ببكي يعني، مش ببكي صعب البكا انت عليك ولا؟ لا يعني ببكي على طول، وعلى اقل حاجه ببكي على طول. بس يعني في حاجات تستاهل انت تبكي عليها، وفي حاجات تدمعي دمعتين بس مش اكتر وخلصنا خلاص. احنا اكتشفنا حياتنا في حاجات تانية، يعني احنا اكتشفنا حياتنا في الشغل في كليتنا. يعني انشغلنا في الشغل اكتر، ما بقناش ننشغل بحاجة تانية، فبقينا شايفين حياتنا صح. فما فيش حاجة نبكي عليها، احنا ناجحين في مجالنا خلاص. لا حبيت. بصي كنا طالعين مسابقه على مستوى الجمهوريه تبع الكليه بتاعتنا، فاحنا كنا اول مره نشارك في المسابقه دي، اصلا الكليه بتاعتنا تشارك فيها. كنا يعني في شهر واحد، اخر شهر واحد كده، فاهم؟ ففي الفتره دي عشان احنا كنا اول مره نشارك وانا ما عنديش اي خلفيه، كنت متوتره. قعدت اعيط في المسابقه وكلهم اتلموا حواليا ويهدوا فيا، الحكام واللي كانوا بيراقبوا دول قعدوا يهدوا فيا. فكانت اخر مره تقريبا بسبب المسابقه دي اللي هي كانت من شهر واحد. زي ما قلت لك ان انا اصلا مش ببكي غير يعني فين وفين بس. اخر مره بكيت امتى وايه السبب لو حابب تقول؟ هي يوم وفاة والدي، فكان لازم ابكي ان ده اعز الناس ليا. عليه رحمه الله. بس هو السؤال يعني اخر مره جرحت امتى بسبب الحب وبسبب ما اتجرحتش، محدش يقدر يجرحني.